السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده مع بعض كده إن شاء الله هنعمل ميزانية 750 جنيه في الأسبوع. أول بند طبعا أول حاجة احنا متعودين عليها بنطلع قبل ما ندخل بقى في البنود بتاعتنا، هنطلع الصدقة بتاعتنا الأول. طلعت الصدقة بتاعتك بقى ما تشيليش هم كل اللي جاي ده، لأن ربنا هيبارك لك في رزقك وفي الأموال وفي المصروف بتاعك وفي كل حاجة. أهم حاجة أول ما تمسكي مصروفك احمدي ربنا عليه، قليل احمدي ربنا عليه، كتير احمدي ربنا عليه. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فنحمد ربنا اول حاجه على المصروف اللي بيدونا عشان ربنا يزيده باذن الله ويبارك لنا فيه. الصدقه طبعا من سبب من كبير قوي من اسباب البركه، زي ما قلنا كتير، بركه في الاولاد بقى، في المال، في كل حاجه في حياتك. برضو من الصدقه ممكن تطلعيها مثلا انت دلوقتي، يعني يمكن نزلتها لكم على المنتدى. لو انت مثلا بتغلي اللبن، واللبن كتير بيفور مننا على البوتاجاز. طبعا اللبن اللي بيفور ده بدل ما تمسحيه بفوطه كده بقى ويترمى ويتغسل وكده، لا هاتي لقمه عيش وقطعيها حتت صغيره خالص وحطيها في اللبن اللي على البوتاجاز ده، اللبن اللي فار منك يعني. العيش هيشرب اللبن وهيبقى طري كده، وحطيه بقى كده قدام البيت عندك. انزلي مثلا بعتي ابنك او حاجه في الشارع كده، يحط كده في طبق صغير للقطط اللي في الشارع، هتاكل وتشبع منه. وهتاخدي انت ايه طبعا من نيتك ان هي من نية صدقه بقى. هتاخدي انت السواد، طبعا ثواب كبير جدا. برضو لو انت عندك شويه شوربه فايضين قطعي فيهم، بس يا ريت ما يكونش فيهم بهارات عشان بهارات غلط على القطط يعني، ما يكونش فيهم بهارات كتير يعني. وحطي قطعي فيهم برضو لقم كده عيش وتشرب اللقم دي. قطعي فيهم لقم العيش دي في الشوربه وحطيها برضو هتشرب الشوربه كده، ونزليها برضو ايه للقطط اللي في الشارع كده، تاخدوا تستفاد منها، وانت برضو ايه تستفادي بالسواد. ندخل بقى في البنود بتاعتنا كده، بسم الله ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول بند معانا بند الفطار والعشاء. هنجيب كيلو ونص لبن ب 35 جنيه. طبعا اللبن احنا عندنا في اسكندريه اللبن دلوقتي وصل ل 30 جنيه، يعني ب 27 30، مفيش اقل من كده. فانت هتجيبي بقى طبعا في مناطق ايه بقى، اسمع انه ب 20 وب 19 وب 15. يعني في كفر الشيخ كانت واحده كاتبه ان هو ب 18 تقريبا او ب 15. ففي كل منطقه بتختلف او في كل محافظه بتختلف اسعار اللبن. فانت لو اللبن عندك غالي بقى هتجيبي من الفلاحين. معلش بقى الاصوات، معلش على اصوات الميكروفونات، انا بحس انهم مستنيين لما اجي اصور ويطلعوا كلهم فجاه كده مستنيين تحت البلكونه. الله المستعان. المهم دلوقتي قلنا هنجيب اللبن منين؟ من الفلاحين. هيكون سعره ارخص شويه، ارخص كتير مش ارخص شويه، بتلاقيه ب 22 23 جنيه بالكتير قوي. هتجيبي كيلو ونص لبن، بس تكوني حد ضامنه اللبن بتاعه يكون حلو كده عشان يطلع لك وش حلو، هتستفادي بالوش ده بحاجات كتيره. هتغلي اللبن ده وتحطيه في التلاجة بعد ما يبرد، ولما تاني يوم بقى تاخدي منه الوش بتاعه ده تحطيه في الفريزر، جمعيه في علبه كده لغايه ما تعملي كميه حلوه. وبعد كده هتاخدي بقى ممكن كل شهر مره مثلا، جمعيه كده على كل اسبوع، وكل شهر مره اعملي العمليه دي. هتاخدي اللبن بتاعك ده هتحطيه في اي بول عندك كده، تضربيه بقى بمضرب بيض، تحطيه في الخلاط. بس تحطي معاه شويه ميه متلجه. المهم انك هتحطيه تضربيه باي حاجه عندك، هاند بلندر بقى، لا بلاش هاند بلندر عشان ده هيتضرب كتير والهاند بلندر مش هيستحمل. يا مضرب بيض، يا اما تضربيه بايدك، يا اما في الخلاط، يا اما باللي هو العجان، اي حاجه موجوده عندك ماشي. حتى لو بايدك على فكره بتضربيه بايدك عادي، بس هو هياخد معاكي وقت شويه، بس هيعمل نتيجه. لو انت بقى عايزاه ينجز معاكي بسرعه حطي له ميه متلجه، هتلاقيه عمل معاكي بسرعه. هتاخدي بقى اللبن ده، هتلاقيه بعد ما جامد بقى وعمل الزبده دي، تاخدي الزبده بقى تحطيها في التلاجة كام ساعه، بعد كده سيحيها على النار تعمل معاكي احلى سمنه بلدي. السمنه البلدي عايزه تزودي كميتها عشان تكفيكي بقيه الشهر. مثلا لو عملت معاكي نص كيلو سمنه، زودي عليها نص كيلو زيت، ماشي. تزودي عليها ايه، ضعفيها بالزيت، هتعمل معاكي كميه كبيره وهتقعد معاكي فتره طويله، هتبقى ايه طعمها مش هيتغير ولا حاجه، بس يكون زيت نضيف يعني. فانت نص كيلو ده هيعمل معاكي كيلو، تمام. برضو هتاخدي الشرش اللي طالع منه اللي هو عامل زي اللبن الابيض ده والميه البيضاء دي، قسميها بقى على كوبايات كده في الفريزر، حبه في كل كيس. ولما تيجي تعملي اي معجنات خديهم بقى، حطيهم على المعجنات بتاعتك وعجني منهم اي معجنات بقى من غير ما تحطي سمنه ولا اي حاجه. هتحطي بس فيهم شويه زيت، لان الشرش دوت بيبقى فيه طبعا خير الزبده كلها، بيبقى فيه حتت زبده صغيره وفيه ريحه الزبده وطعم الزبده، فهو مش محتاج اي حاجه. هتحطي شويه زيت وبرده هيبقى طاغي عليه طعم الزبده او السمنه الفلاحي انت عاملاها بيها، تمام. يبقى وتاخدي المرته بقى. المرته دي طبعا ما بتبقاش حلوه زي المرته اللي بتشتريها من بره، عشان دي مش معموله من كريمه. فتاخدي المرته دي تحطيها في مطحنه الخلاط، وتحطي معاها معلقه وش اللبن، تكون شايله معلقه على جنب كده، وحطي معاها معلقه من وش اللبن ده او شويه لبن صغيرين كده يعني، واضربيها، او معلقه زبادي، واضربيها حلو قوي كده. حطي مثلا معاها شويه شطه ولا حاجه واضربيها في المطحنه، هتعمل معاكي احلى مرته. وتاخديها تعملي منها سندوتشات تنفعك برده في الفطار وفي العشاء. تمام لغايه دلوقتي؟ تمام ان شاء الله.
هنجيب 10 بيضات ب40 جنيه. ماشي. البيض ده طبعا هينفعك في الفطار وفي العشاء، وهينفعك برضو اخدتي منه في الغدا، عملتي منه مثلا عجة ولا حاجة. تمام. هنيجي بعد كده هنجيب ربع قريش ب15 جنيه. القريش دي هتاخديها برضو حطيها، لو انت عايزه جبتي كميه كبيره من القريش وعايزه تحتفظي بيها، حطيها في علبه في المحكمه كده، محكمه الغلق يعني. وحطي بس اول ما تجيبي الجبنه القريش ما تحطهاش عليها ميه خالص، هتلاقيها بشت منك. اول ما تجيبيها سيبيها في التلاجة كده بخيرها يوم او يومين، وبعد كده حطي لها ميه تكوني غلياها ومورداها او ميه من الفلتر، وحطي على وشها شويه قبل ما تحطي الميه حطي على شويه شطه، وبعدين حطي عليها الميه وحطي على وش الميه شويه زيت. الجبنه دي تقعد معاكي بقى لو انت جايبه كميه تقعد معاكي شهر واكتر كمان. يعني بعمل كده في رمضان على طول، بكون جايبه كميه للشهر كله. تمام. برضو انت مش اولادك ما بياكلوش الجبنه قريش، اضربيها برضو في الخلاط مع شويه لبن او شويه لبن بودره، او معلقه اللي هي بتاعت قشطه وش اللبن، وهتعمل معاكي جبنه كريمي هتبقى حلوه جدا برضو في الفطار وفي العشاء. برضو هنجيب عندك بقى افكار كتير قوي هقولها لك دلوقتي الفطار ان شاء الله، لان الجبن دلوقتي بقت غاليه جدا جدا. الجبنه الرومي معديه ال 200، الجبنه البيضه معديه ال 120، فالجبن اسعارها غليت قوي قوي، فمش مش متناول الجميع دلوقتي زي الاول يعني. فانت عشان تجيبي ربع جبنه تركي تعدي 55 60 جنيه يعني. فاحنا هقول لك بقى ممكن تعملي ايه. يعني انت دلوقتي معاكي جبنه قريش، عملتيها جبنه كريمي او عملتيها جبنه قريش وقطعتي عليها طماطم وخيار وحاجات من دي، وبقى معاكي البيض. البيض دلوقتي بقى اوفر من الجبن مهما غلا، بس هو اوفر من الجبن كتير يعني. تمام. برضو معانا البيض، معانا جبنه قريش. هتجيبي مثلا فول مدشوش، فول تدميس او فول مدشوش زي ما انت ايه بقى ولادك ما بيحبوا. والطعميه عشان ما تشربش منك زيت، او الفلافل هتعمليها ما تكترش فيها الخضره، ما تبقاش حلوه ما تكتري الخضره، وفي نفس الوقت بتشرب زيت معاكي كتير قوي. برضه يا اما هتجيب بقى فول مدشوش اللي هو لو جبتي مثلا ربع ب10 تدميس، وربع المدشوش ب8 تقريبا، هتجيبي لو جبتي ربع 18 جنيه. عايزه تجيبي ربع واحد بس مثلا يا تدميس يا اما مدشوش، مثلا الاسبوع اللي ورا تغيري يعني، الاسبوع ده عملتي طعميه، الاسبوع الجاي اعملي فول، وهكذا. ممكن برضو تجيبي جبنه قديمه حته مثلا كده، تقول يعني هي دلوقتي ب 80 تقريبا، هتجيبي مثلا تقولي لها مثلا، او لو عندك سوبر ماركت بيبيع ارخص من الفلاحين في الجبنه القديمه بصراحه، فانت بيبقى عامل اطباق كده، مثلا طبق ب10 طبق ب12 طبق ب13 هكذا يعني. فانت هتشيلك مثلا طبق ب10 كده لو انت من الناس اللي بتحب تفطري مثلا جبنه قديمه. ممكن تجيبي معاها شويه بدنجان، مثلا تحمري شويه بدنجان كده، تقلي شويه بدنجان في الفطار، بطاطس محمره او بطاطس مسلوقه ومهروسه. ففي يعني الفطار في ناس بتختلف من يعني حسب ما الناس متعوده. في ناس بتحب تفطر فول وطعميه وجبنه قديمه وبدنجان وبطاطس والكلام من ده. في ناس لا بتحب مثلا سندوتش جبنه مع كوبايه شاي، مثلا لو جوزها مثلا في الشغل وولادها في المدارس، او ولادها مثلا في شغلهم كده، فما بتعملش كل ده وهي لوحدها، فبتروح عامله سندوتش جبنه وكوبايه شاي وخلاص. ممكن برضو في ناس ممكن تجيب علبه جبنه مثلا فيتا، اي علبه جبنه ب 16 جنيه النص كيلو، الربع كيلو، الربع ولا النص، الربع كيلو، الربع كيلو مثلا ب15 او ب16 جنيه. ممكن تجيبي علبه جبنه. تمام. فانا بقول لك افكار وانت تختاري منها الافكار اللي ايه اللي تعجبك. في ناس برضو ما بتحبش الفطار كده، بتحب المعجنات، فبرضه بالكم دي تحت لو عملتي دي ده معجنات برضه في الفطار وفي العشاء، من الحاجات الموفره جدا حاليا بالنسبه ارتفاع اسعار بقى الجبن بقى دي كلها. فانت المعجنات من الحاجات اللي بتوفر معاكي كتير قوي في الفطار وفي العشاء. هتعملي معاكي انا كبلك تحت 2 كيلو دقيق، هناخد ال 2 كيلو دول هناخد مثلا منهم كيلو نعمله معجنات للفطار وفي العشاء، هينفعوكي كتير جدا مع شويه زيت مع شويه الشرش اللي طلعناهم، هينفعوكي طول الاسبوع. ما انت مش هتاكلي كل يوم، يعني مثلا هتعملي مثلا يوم فول وطعميه، يوم مثلا هتعملي بطاطس وجبنه قديمه او بدنجان وبطاطس، يوم هتعملي سندوتشات جبنه بالطماطم كده وشويه خيار وخلاص، يوم هتعملي جبنه قريش، يوم هتعملي بيض. فانت عندك كذا حاجه للفطار وفي العشاء، دي افكار كتيره جدا يعني، مش هتاكلي كل ده طول الاسبوع يعني. بس انا اسهل حاجه بالنسبه لي بتبقى المعجنات مع كوبايه شاي، بتبقى اسهل حاجه بقى، لا مواعين ولا وجع دماغ، اسهل حاجه في التفكير يعني. فهناخد كيلو نعمله معجنات هينفعنا في الفطار وفي العشاء. الكيلو التاني بقى هناخده هنعمل منه مثلا صينيه كيكه برضو، هتنفعنا في الفطار وفي العشاء وهتنفعنا في التحليه. تمام. ممكن برضو نعمل الكيلو دقيق التاني ده، ممكن تعملي منه بيتزا، ممكن تعملي منه معانا البيض، ممكن نعمل عجه. تمام. ممكن نعمل برضه بالبيت ده شكشوكه في الغدا. فدي افكار كتير، وانت اختاري بقى الافكار اللي ايه اللي تعجبك. هنجيب برضه خزين
البيت. هنجيب دلوقتي الفطار في العشاء عامل لك 120 جنيه غير الدقيق اللي احنا ضايفينه تحت. هنجيب الخزين بقى، هنجيب 2 كيلو مكرونه ب 40 جنيه، 2 كيلو رز ب 40 جنيه، نص شعريه ب 10 جنيه. حلو قوي في الاسبوع بالنسبه لي، حلو قوي في الاسبوع وياما كمان. يعني انت مثلا معاكي كده حوالي 4 كيلو ونص رز ومكرونه، كلهم دلوقتي بقى بسعر واحد. فانت بقى زودي براحتك، عايزه تزودي المكرونه عن الرز، عايزه تزودي الرز على المكرونه اللي يعجبك. الشعريه بقى بتبقى مفيده في ايه؟ انك بتضعفي بيها كميه الرز، يعني بتحطي الرز على الشعريه ما بتستهلكيش رز ياما يعني. هنجيب الدقيق زي ما قلنا 2 كيلو ب 36 جنيه، قلت لكم استخداماته ايه. هنجيب ملح وبيكنج باودر وفانيليا وخميره وخل 30 جنيه. هقول لك بقى تصنفيهم ازاي. مثلا انت دلوقتي جبتي مثلا، هتجيبي مثلا بيكنج باودر، هتجيبي العلبه اللي هي ب 12 جنيه، العلبه ب 22 جنيه. تمام. العلبه دي بتقعد ممكن شهرين وثلاثه حسب استخدامك طبعا، بس هي بتقعد فتره طويله. والاسبوع ده جبتي مثلا علبه ب 22 جنيه، وجبتي مثلا ملح وفانيليا وخميره وخل. الاسبوع بقى اللي وراه هيبقى كده جبتي ب 30 جنيه. الاسبوع اللي وراه جبتي مثلا هيبقى عندك كل ده. هتجيبي مثلا الاسبوع اللي وراه خميره، يعني الحاجات دي على فكره هتقعد معاكي شهر، انت جايبه ب 30 جنيه دي للشهر. هتجيبي مثلا اللي دول جبتيهم مثلا هيبقوا اقل من 30 جنيه. هتجيبي الشهر اللي وراه، هتجيبي مثلا الاسبوع اللي وراه هتجيبي واحده خميره بكام؟ ب 12 جنيه برضو، اللي هي 100 جرام. يبقى كده عندك الحاجه بتاعت الشهر كله. هتجيبي كده اسبوع واسبوع. الاسبوع اللي هتجيبي بس ب 12 جنيه خميره، هيتفضل معاكي من ال 30 جنيه حوالي 14 جنيه. دول هتاخديهم بقى تزوديهم بقى في اي حاجه تانية انت عايزاها. معاكي كده بقى ال 30 جنيه بتاعت الاسبوعين اللي وراهم. ال 30 جنيه دول هيفيدوا، يعني انت اسبوع جبتي ده واسبوع جبتي الخميره من ال 30 جنيه بس، هيتفضل معاكي بقيه ال 30. والاسبوعين الاخرانيين في الشهر هتجيبي معاكي 30 جنيه كاملين. ده بقى هتعملي برطمان كده بقى وتحطي فيهم الحاجات دي اللي انت حوشتيها دي او اللي فاضت منك الزياده. تمام. بعد كده هدخل على بند المنظفات. يا اما هتجيبيهم لو انا مقصره في اي بند برضو انا ما كتبتوش فيه وانت محتاجه فيه او عايزه تزودي اي حاجه، فانت تاخدي بقى ال 30 جنيه دول معاكي اسبوعين. يعني انا عامله كده في الشهر 120 جنيه. انت هتاخدي مثلا منهم 40 جنيه بس او 42 جنيه بس. بقيه الفلوس دي بقى هتجيبي بيهم فاكهه مثلا، عشان نسيت برضو بند الفاكهه. ممكن تجيبي بيهم فاكهه، ممكن تجيبي بيهم مثلا اي تزودي بند الخضار، بند اللحوم، اي بند ناقص معاكي. فانت معاكي هنا ال 30 جنيه دي اسبوعين تانيين مش هتستخدمي فيهم حاجه. المنظفات يا رب تكون واصله لكم. قلنا البند المنظفات هنجيب مسحوق باهي ب 25 جنيه، دي الغسالات العاديه او الفوق اوتوماتيك. لو انت عندك بقى غساله فول اوتوماتيك هتجيبي اللي هو السايب اللي هو الاكتف ده، بيقولوا عليه ان هو حلو. ما جربتوش عشان غسالتي فوق اوتوماتيك، فبس انا في ناس اعرفهم استخدموه وقالوا لي ان هو حلو جدا. ده برده الكيلو ب 25 جنيه. فانت لو جبتي كيلو ده هيقعد معاكي اسبوعين. يعني المسحوق الباهي ده او الاكتف ده هيقعد معاكي اسبوعين. هقول لك ازاي يقعد معاكي اسبوعين. يعني انت اسبوع هتجيبي 25 جنيه، الاسبوع اللي ورا 25 جنيه برده هتدخليهم مع بقيه الفلوس دي في بند الفاكهه مثلا. تمام. برده هنجيب منظفات. هنجيب برده من المنظفات هنجيب الفيبا دلوقتي في فتح الله ب 12 جنيه ونص. الازازه اللي هي 700 او 750 مللي في الحدود دي ب 12 ونص. انا جايباها من فتح الله ب 12 جنيه ونص. فدي برده هتبقى حلوه جدا من الحاجات الموفره. برده دي هتقعد معاكي الشهر كله. هقول لك برده هتقعد معاكي الشهر كله ازاي. انت دلوقتي جبتي الازازه دي، طبعا انت لو اللي هي بالسعر ده هتبقى طبعا اوفر كتير من السايب. حتى لو جبتي بالسايب ب5 أو 7 فهي اوفر. ليه؟ لان هي النقطه منه هتعمل معاكي كميه معين كبيره جدا غير السايب يعني، فمش هتستهلكي منه ياما. برضو عشان توفري في الفيبا او في سائل المواعين ده هتجيبي نص لتر اللي هو حتى اللي هو ب 2.5 اللي هو ب5 جنيه اللتر اللي هو السايب. هتجيبي نص لتر ب 2 جنيه ونص وتخليه بقى ده للتنظيف، للتنظيف الارضيات بقى. يعني مثلا في الحمام هتعملي ازازه كده، ازازه اللي هي الفيبا اللي هتفيد منك دي، خديها كده حطي منها شويه صابون مواعين من السايب على شويه كلور وحطيهم في ازازه ورجيهم كده ومليهم ميه على كمليها ميه يعني، واغسلي منها الحمام كل يوم الصبح وانت بتغسلي وشك كده. يبقى خلصتي منك من الحمام وتنظيفه من غير ما تحسي يعني، وفي نفس الوقت وفرتي في الايه في المنظفات بتاعتك. ما استهلكتيش منظفات بقى ولا تشتري بقى منظفات غاليه عشان تنظيف. والله العظيم ما في احلى من الكلور وشويه صابون لتنظيف الحمامات يعني. لا تجيبي بقى منظفات غاليه ولا اي حاجه من دي. تمام. يبقى كده احنا وفرنا في المسحوق بتاعنا بتاع المواعين. هنجيب دوني ب 8 جنيه. الدوني ده هنستخدمه زي ما قلت لك، هنوفر في المسحوق ده يقعد معاكي اسبوعين. اللي هو الباهي دوت اللي ب 25 جنيه يقعد معاكي الاسبوعين. ازاي؟ فانك هتاخدي الهدوم السوداء او الهدوم الغوامق بتاعتك ما تحطيش معاها مسحوق، لان المسحوق بيخلي الهدوم تغير ويبقى شكلها مش حلو.
فانت المواعين الهدوم الغامقه بتاعتك مش محتاجه غير شويه دوني، فانت حطيهم في الغساله معاهم شويه دوني وشغلي عليهم الغساله، هينضفوا تبقى ريحتهم حلوه، ووفرتي في المسحوق بتاعك. تمام. برضو هنجيب الصابونه، هنجيب صابونه ب 10 جنيه. يعني انت اسبوع مثلا هتجيبي صابونه، عايزه تجيبي مثلا هاند ووش، هتجيبي هاند ووش مثلا، هيبقى لو قدرتي توفري مثلا تاخدي 25 جنيه دول الاسبوع اللي وراه، تجيبي مثلا هاند ووش وتوفري ماشي. عايزه تجيبي مثلا صابونه صابونتين، يعني مثلا انت لو هتجيبي صابونتين مثلا هاتي صابونه من رخيصه صغيره صغيره كده، صابونه رخيصه حطيها على الحوض ده لغسيل الايد، وهاتيك بقى صابونه غاليه حلوه كده ب 10 11 جنيه، هتجي حطيها ايه اللي هي على الدش يعني للحمى. تمام. هنجيب كلور وسلك وليفه ب5 جنيه. اسبوع مثلا هنجيب كلور زي ما قلت لك ان انت بالطريقه اللي قلت لك استخدام الكلور دي هتقعد معاكي ب5 جنيه، تقعد معاكي شهرين 3 4 اكتر كمان والله. السلك هتجيبي 5 جنيه مثلا سلك الاسبوع اللي وراه، الاسبوع اللي وراه هتجيبي ليفه. تمام. انت كل اسبوع هتجيبي حاجه من اللي انت محتاجاها دي. تمام. بعد كده نخش على بند الخضار. بند الخضار هنجيب 2 كيلو بطاطس ب 24 جنيه. هتنفعك طبعا في الخضار بتاع الاسبوع، لو هتطبخي منها هتحمري جنبها اي اكله كده. هنجيب 2 كيلو طماطم ب 20 جنيه، او هتجيبي لو انت الطماطم عندك اغلى من 10 جنيه هتجيبي مثلا لو لقيتيها ب 12 او اكتر هتجيبي كيلو ونص او هتجيبي مثلا بالكيلو ونص، او هتجيبي بال 20 جنيه. تمام. انت قولي له عايزه بال 20 جنيه طماطم، هيبقى اكتر من كيلو ونص شويه. هنجيب نص كيلو بصل ب 10 جنيه. البصل عندي هنا ب 13 الصغير خالص ب 13، وفي ب 15، وفي ب 18، وفي ب 20 كبير قوي، وال 18 برضو كبير. بس انت يعني البصل مش محتاجه كبير او صغير، يعني لو جبتي الوسط مثلا حلو كده ب 15 مثلا او ب 18 هيبقى حلو. فانت مثلا هتجيبي البصل ده عشان يقعد معاكي بقى ايه، بدل ما يقعد معاكي اسبوع يقعد معاكي اسبوعين. هتضربي البصل ده في الكبه كله، هيعمل معاكي هتلاقيه بقى زايد كده وبقى معاكي كميه ما شاء الله حلوه. يعني اما بتضربيه على بعضه النص على بعضه بتلاقي معاكي كميه حلوه. يعني احنا مش هتطبخي كل يوم بالبصل، بدل ما يبقى البصل موجود عندك هتسحبي منه كل يوم بصل ولا بصلتين تطبخي الطبخه بتاعتك، هتلاقي النص كيلو ما فيهوش حاجه طبعا. فانت لو ضربتيه كله على بعضه هيبقى فيه بركه. سبحان الله، حاجه لما تبقى على بعضها كده بيبقى فيها بركه. فحطيه بقى في كيس كده من اللي هي كيس تلاجه وبططيه وكسري منه على قد الطبخه بتاعتك، هيقعد معاكي اسبوعين. الاسبوع اللي وراه بقى تاخدي ال 10 جنيه دي على 25 جنيه اللي بتاعوا الباقي هتجيبي بيهم الفاكهه اللي انا نسيتها معلش. انا بنسى على طول الفاكهه لان انا جوزي هو اللي ماسك الفاكهه، فانا عشان كده ببقى منسيها على طول. تمام. برضو معانا 30 جنيه بقيت اللي بتاعت البيكنج باودر، ممكن تاخدوها تجيبوا منها برضو الفاكهه، بس ان شاء الله هفتكرها بعد كده باذن الله. ماشي. يبقى احنا كده ايه، جبنا البصل وايه وعملناه في الفريزر وسحبنا منه عقد الطبخه بتاعتنا، هيقعد معانا ايه كده اسبوعين. النص كيلو ده وجربوا الطريقه دي واكتبوا لي ان شاء الله تنفعكم يعني. خضار بقى هنجيب بقى خضار الاسبوع وفلفل وليمون وكده ب 30 جنيه. مثلا احنا معانا البطاطس، هنطبخ مثلا البطاطس، هنعمل صينيه بطاطس مثلا، ومعانا بطاطس ممكن نحمر جنب اي اكل جايبينه نعمل بطاطس. معانا برضو ممكن تجيبي مثلا ملوخيه، كيلو الملوخيه دلوقتي ب6.5 تقريبا، فهتجيبي مثلا كيلو ملوخيه ومعانا البطاطس. ممكن تجيبي مثلا كوسه، ممكن تجيبي بدنجان، ممكن تجيبي شوفي بقى انت هتطبخيه، ممكن تجيبي 10 جنيه بكليات وتطبخيها. ب10 جنيه عدس مثلا، ب10 جنيه فاصوليا لوبيا كده يعني. فانت معاك 30 جنيه خضار الاسبوع اللي انت هتطبخيه معانا، غير ال 24 جنيه بتوع البطاطس معانا كده 54 جنيه للخضار الاسبوع. ده غير الطماطم طبعا كاتبه 20 جنيه، يعني كده كل الخضار عامل معانا 84 جنيه. طبعا انا عارفه انه بيختلف من منطقه لمنطقه، بس انا بقول لكم على المنطقه عندي اللي بكتب الاسعار حسب المنطقه بتاعتي وببقى مزوده فيها كمان يعني. لحوم، ندخل على بند اللحوم كده ان شاء الله. هنجيب ربع مفروم ب55 جنيه. طبعا المفروم قلت لكم كتير انه بيدخل في اكلات كتيره جدا جدا جدا. يعني المفروم من بصراحه من الحاجات الموفره جدا في البيت انك تجيبي المفروم ده، ما تستغنيش عن ربع مفروم وربع بانيه عندك في البيت. وقلت لكم كتير ايه هتعملي ايه بالمفروم، يعني كفته بقى الرز، كفته داوود باشا، تعصجيه وتعملي منه مكرونه بشاميل، هتعملي منه جلاش، هتحطي على الخضار بتاعك بعد ما تطبخيه وهكذا. هنجيب البانيه برضو هتعملي كفته منها كفته فراخ يعني، هتعملي فاهيتا، هتعملي شاورما، هتعملي ستريبس. الحاجات دي كلها موفره جدا معاكي المفروم والبانيه. هنجيب ربع وربع، ربع البانيه ب40 جنيه. هنجيب سمك ب100 جنيه. طبعا السمك لو انت هتجيبي مثلا بولتي هتجيبي مثلا حوالي كيلو ونص بال100 جنيه دول. لو انت بقى مثلا اسبوع هتجيبي سمك بولتي كيلو ونص مثلا حسب عدد افراد الاسره. لو انتوا عددكم كبير بقى هتجيبي سمك بحر. سمك البحر بيبقى ما بيوزنش فبيعمل كميه كبيره. لو انت جبتي بال100 جنيه دي سمك بحر هيعمل معاكي كميه حلوه قوي يعني.
تمام. ممكن تجيبي مره مثلا سردين وبساريه وتوفري بقيه ال 100 جنيه، هتجيبي مثلا نص سردين وعلى نص بساريه وتوفري بقيه ال 100 جنيه، تجيبي بيها رنجه مثلا، تجيبي بيها اجنحه، حاجات كده يعني. انا بقولك افكار، وانت برضو ايه شوفي انت ولادك بتحبوا ايه اكتر. هنجيب نص لحمه، اللحمه بلدي طبعا ب 140 جنيه، هي اللحمه ب 280 في كله دلوقتي، فهنجيب نص لحمه ب 140 جنيه، ده ممكن تطبخي عليها طبخه وتقعد معاك يومين، لو انتوا عددكم صغير هتعمليها على مرتين. تمام كده. بند اللحوم عامل معانا 335 جنيه. ممكن برضو تجيبي مثلا مره جبتي مثلا اللحمه ب 140 جنيه، ممكن الاسبوع اللي وراه تاخدي ال 140 جنيه دول تجيبي بيهم فرخه. ممكن مثلا تاخدي فلوس مثلا السمك وتجيبي مثلا بدلها رنجة او سردين قلنا وبسارية. ممكن تجيبي بدل الفرخة تجيبي وراك. ممكن تجيبي بدل المفروم تجيبي مرة صدق وتعملي يعني او سجق زي ما بتقولوا، فتعملي مثلا صينية بطاطس بالصدق ومع رز بالشعرية. ممكن تجيبي اجنحه وتعملي برضو صينيه بطاطس مع البطاطس، تعملي صينيه بطاطس بالاجنحه بتبقى تحفه واحلى من الفراخ على فكره. بتبقى صينيه بطاطس بالاجنحه وتحبشيها كده وتتبليها حلو، هتبقى حلوه جدا 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 وموفره معاكي واكله حلوه يعني. ممكن تجيبي كبد وقوانص برضو بدل البانيه، دي مره تجيبي بانيه مره تجيبي كبد وقوانص. فانا بقول لك افكار وانت برضو ايه شوفوا انت بتحبوا ايه. برضو هنا معانا اللحوم عامله 335 جنيه. تمام. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك، اقرب لكم بس عشان تاخدوا سكرين كده. ما تنسوش بقى اللايك والشير كده، واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. اهو يا رب كده ايه تكون عارفين تاخدوا سكرين ليها. بس يا رب النهارده كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.